الاستثمار الإداري والتجاري موجود في منطقة التجمع الخامس والعاصمة الإدارية الجديدة بشكل كبير جدا. في هنا 4 أسئلة دايما الناس بتسألها: هل كل المولات وكل المكاتب الإدارية دي هتتأجر؟ ده أول سؤال. تاني سؤال: هل أفضل إن أنا استثمر في القطاع التجاري ولا القطاع الإداري؟ ده تاني سؤال. تالت سؤال: أسيب فلوسي في البنك تجيب فوائد بمتوسط 25% دلوقتي لو هنقول على مدار 3 سنين، يعني مش هتقل عن مثلا 23% 25%، ولا أحطها في استثمار تجاري وإداري؟ السؤال الرابع اللي الناس بتسأله: هل فعلا انا هقدر ان انا اخد مكتب او محل تجاري واقدر ان انا بعد فتره اعمل لهم ريسيل بكل سهوله وهربح، وهحط مثلا ممكن احط دبل ثمن المحل او المكتب في مده مثلا 3 سنين او سنتين، واقدر ان انا اعمل لها ريسيل بسهوله؟ الصراحه دي اسئله كانت الناس بتسالها دايما وبتستفسر عليها، وانا حابب في الفيديو ده اقول لحضراتكم ايه اللي ممكن تعملوه لو هتستثمروا في القطاع الاداري والتجاري، وتخلي بالكم من ايه، واجاوب على الاسئله دي. مع حضراتكم المهندس مهدي رجب، سي او لشركه توب مانجمنت. وفي البدايه اول سؤال وهو: هل القطاع التجاري والاداري في كميه المولات اللي موجوده في العاصمه والتجمع دي هتتاجر ولا لا؟ الحقيقه يا حضرات لا، مش كلها هتتاجر، ومش كلها هتتاجر بسرعه كمان. حتى لو الاستلام بتاعها مثلا موعد الاستلام كمان 3 سنين، مش هتتاجر كمان 3 سنين. انا بس عايز انظم لحضرتك ايه هي المعايير اللي ممكن مبدئيا، محدش يضمن طبعا حاجه بنسبه 100%، لكن ايه هي المعايير اللي ممكن تركز عليها عشان تقدر بنسبه نقول 60 70% ان المبنى ده فعلا ممكن يتاجر او لا، سواء تجاري او اداري. طبقا للمعايير الدوليه واحتياجات السوق المصري، في 30 معيار او 30 مقياس تقيس بيهم ان المبنى ده مطابق للمواصفات العالميه او احتياجات السوق المصري، اللي تقول لك ان في حد سواء براند او لوكال براند او الكلاسز كلها بقى، اللي هي بتاخد من اول المطاعم العاديه او مثلا الانشطه العاديه للشركات الناشونال لغايه المالتي ناشونال. رقم واحد هي الاريا، المنطقه اللي حضرتك بتشتري فيها. ساعات بيبقى في مبنى زي في التجمع، ساعات بيبقى في مباني مش قويه ومش افضل حاجه، بس تلاقي البنوك كلها والمطاعم كلها واخده الدور الارضي ومأجره. ليه؟ الموقع. الموقع بيجي بعد المنطقه، انا بتكلم على المنطقه. منطقه التجمع الخامس والعاصمه الاداريه الجديده من اكتر المناطق على مدار السنين اللي جايه هتبقى اهم منطقه للاستثمار في القطاع التجاري والاداري، بالاخص للانشطه اللي فيها ترفيه ومطاعم وكافيهات والحاجات اللي زي كده. ده رقم واحد. فيبقى المنطقه ليها معايير كتير قوي، بس في الفيديو ده مش هنقدر نقول امتى بنقول المنطقه دي كويسه ولا لا. بيبقى ده اول حاجه. تاني حاجه: اللوكيشن. اللوكيشن احنا قلنا قبل كده اكسلنت بلس اكسلنت فيري برايم برايم فيري جود جود نورمال. كل ما يكون اللوكيشن مثال، زي مثلا شارع 90 الجنوبي، شارع 90 الشمالي، الشارع اللي فيه الجامعه الامريكيه او ظهر الجامعه الامريكيه، شارع محمد نجيب، شارع جمال عبد الناصر، محور بن زايد الجنوبي الشمالي، محور الجامعات، محور الامل، منطقه شريط الابراج السياحيه. كل دي المناطق دي، الشوارع دي مميزه. فدي من غير ما تسال حتى بروكر، او من غير حضرتك وانت بتستثمر، يبقى تاخد المنطقه، تاخد اللوكيشن. بعد كده سابقه الاعمال طبعا. طبعا المطور اللي عنده سابقه الاعمال زي شركه ريدكون، زي شركه مثلا ال ام دي، زي الشركات زي شركه نماء، زي الشركات اللي عملت مباني اداريه او مولات تجاريه مش مره ولا مرتين وابتدت ان هي تنجح، فده طبعا ريفرنس بالنسبه لك. فيبقى التالت حاجه سابقه الاعمال. رابع حاجه: لو المطور ما عندوش سابقه الاعمال، بس طبعا اول شرطين متوفرين، ان يكون جايب استشاري هندسي واستشاري تنفيذي، واللي هيعمل الكهرباء بتاعه المبنى او الالكتروك ميكانيكال، واللي هيبني المبنى نفسه، واللي هيدير المبنى. لو في منظومه قويه المطور ماضي معاهم، وانت اتاكدت ان هو ماضي معاهم مش عامل مذكره تفاهم، ادخل معاه واستثمر معاه. لان الشركات دي بتهتم ان اسمها دايما يبقى، ده لو مش مذكره تفاهم، ان دايما اسمها يبقى طالع لفوق. فبالتالي بتشرط على المطور ان هو يعمل الماتيريال والكواليتي والمعايير اللي تجذب البراندات والشركات المالتي ناشونال. فيبقى دي رابع حاجه. خامس حاجه:
الجزء الخاص بقى إن المبنى نفسه، هل المبنى بيوفر احتياجات السوق ولا لا؟ دي نقطة مهمة جدا. ما تروحش تجيب شركة من بره مصر تعمل لك مبنى إداري محترم بس أقل مساحات عنده 200 و300، فزي ما حصل مع شركة نماء في مشروع البطل اللي موجود في منطقة العاصمة الإدارية الجديدة، وبعد كده جت شركة البطل خدته. كان الأول اسمه روك كابيتال، بعد كده جت شركة البطل خدته وابتدت ان هي تعمل ريديزاين للمبنى، ان هو يبقى مطابق للاحتياجات اللي موجوده في السوق المصري. فدي برضو نقطه مهمه جدا. بعد كده في تفاصيل فنيه جوه المبنى، المكاتب وتقسيمات المكاتب والخدمات الفاسيلتيز والامينيتيز، دي كلها معايير مهمه جدا. بس طبعا دي انا اقدر افيد حضرتك فيها لو تبعت لي مسج على الواتساب واقول لك ازاي تختار المحلات او المكاتب جوه اي مبنى. ده سريعا كده جوابي على السؤال الاول. فعشان تقدر تقول ان المولات كلها دي هتتأجر او مش هتتأجر، تركز على الخمس معايير اللي قلت لحضرتك عليهم دول. هم اكتر من كده بس انا عشان الفيديو ما يبقاش طويل. طيب، تاني حاجة، هل الاستثمار في التجاري افضل ولا في الاداري؟ حضرتك لو لقيت مطور بيبيع محلات تجارية في اماكن مش مميزة، ما بتنطبقش عليه المعايير اللي انا قلتها لحضرتك اللي هي بتطابق مواصفات الفرنشايز والبراندات، يبقى على طول مباشرة حضرتك ما تستثمرش معاه، خصوصا في القطاع التجاري. خصوصا في القطاع التجاري، لان هيبقى ضعيف وهيجيب لك عدد ايجارات ضعيفة. الايجارات الخاصة بالقطاع التجاري في مصر دلوقتي بتبتدي من 800 بتوصل ل 4000 جنيه، والاداري بيبتدي من 400 بيوصل ل 2500. ده الريت اللي موجود دلوقتي في جمهوريه مصر العربيه. طبعا انت عندك بقى مستويات للمباني سواء جريد A او B او C. طيب، فلو حضرتك معكش ماديا امكانيات انك تاخد محل تجاري مميز، خليك في القطاع الاداري، لان القطاع الاداري تقدر من اول 4 5 6 مليون تبتدي تجيب مكتب اداري 30 40 ماكسيموم 50 متر في مكان كويس مطابق للحد الادنى من المواصفات اللي قلت لحضرتك عليها. فدي نقطة مهمة جدا. طيب، لو مش معاك بنصحك بالقطاع الإداري، لكن لو بادجتك عالي تقدر تاخد تجاري بكل سهولة. طيب، السؤال الثالث، هل الحاجة المكاتب أو المحلات التجارية اللي حضرتك هتشتريها تقدر تعملها ريسيل بكل سهولة؟ تقدر، بس لو حافظت على المعايير اللي قلت لحضرتك عليها، بالإضافة ونقطة مهمة جدا، اختيارك للوحدة يكون مميز بسعر مميز بطريقة سداد مميزة، عشان تقدر تجيب عميل بعد سنة. لو انت مش معاك تكمل ثمن المحل او المكتب، ممكن تبيعه كمان سنة او 2 او 3. انتظر على الاقل لغاية ما سعر الوحدة تجيب 100% سعرها في السوق، بعد كده هتبيعها. يعني جبت مكتب ب 4 مليون بقى ب 8 مليون، جبت مكتب ب 5 مليون بقى ب 10 مليون على الاقل، عشان تعرف تكسب فيه، ويبقى في فرق ما بينك وما بين المطور اللي كل شوية ينزل عروض ببيمنت بلان جديدة. ده جوابي على السؤال الثالث. السؤال الرابع الخاص بالاستثمار بشكل عام في او لو بنتكلم بقى على الايجار الالزامي والوحدات اللي انت حضرتك بتشتريها بكونسبت الايجار الالزامي، انا ما بنصحكش موضوع الايجار الالزامي ده خالص. لان في النهايه، يعني انا هقول لك على مفتاح كده قوله للمطور. اي مطور يبيع ايجار الزامي قول له: طب انا لو انا مش عايز الايجار الالزامي وهدفع لك مقدم، اقل مقدم واطول فتره سداد، مباشره هيقلل لك في سعر المكتب او الوحده الاداريه او المحل التجاري. ليه؟ عشان هو في النهايه اللي بياخده منك بيديهولك من الناحيه الثانيه. فدي كانت شويه معايير او طريقه تقدر حضرتك تستفيد منها وانت بتستثمر في القطاع الاداري والتجاري، بالاخص ان بقى عددهم كبير جدا دلوقتي. انا عندي حضرتك تدفع اكتر شويه او تخش الريسك، ما هو كله في الاخر ريسك، تريسك بمكتب مش في امكانياتك، بس على الاقل انت ضامن انك واخد مع مطور يوم ما تقول يا بيع هتعرف تبيع. زي مثلا في مشروع اسمه UPL موجود عند الجامعه الامريكيه، ده اقل مكتب فيه ب 12 مليون. بعد ما اللونش خلص بشهر او بشهرين، المكتب زاد مليون جنيه واتباع ريسيل، كانت الناس بتاخد اوفر 300,000 جنيه. فاللي انا عايز اقوله لحضراتكم ان خلي بالك، عشان العقارات
بالذات القطاع الإداري والتجاري متشعب مش زي الشقق السكنية، فلازم تبقى مركّز وأنت بتستثمر فيه بشكل كبير جدًا. وطبعًا لو في أي استفسارات للاستثمار في القطاع الإداري أو التجاري، إحنا شركة Top Management في خدمتكم، تقدروا تبعتوا لنا على الواتساب ودايمًا في خدمة حضراتكم. شكرًا.